ديسبنسر البقوليات الشكل الدائري حلو جدا جدا، مفيش تهدير لحبة رز. واللي أحلى من ده ومن ده إن هو متين. هو عبارة عن 5 خانات تقدري تحطي فيهم كل البقوليات اللي انت عايزاه. وفي مكان كمان للمنكهات، مفيش حباية رز هتقع منك بعد كده. واللي أحلى من ده ومن ده إن انت بتتحكمي في كمية اللي انت بتاخديها، تقدري تستخدمي الكمية المتاحة اللي انت عايزاها فقط. من وجهة نظري شايفة ان الدباسة دي نينجا حلوة جدا جدا. انا كست بيت عمري ما هسيبها. ليه بقى؟ هتصلح لي حاجات كتيرة، وكمان المصريين زي ما بيقولوا كده ام الاختراع ده، احنا هنخترعوا بيها اختراعات ملهاش حل. بصوا، عملناها كباسين للبلوزات، عملناها كمان للكوتشيات. تحفة. مين ما عندنا ولاده مش بيبوظوا السكotش بتاع الشوز بتاعهم. بصوا، كمان عملها للملاية بتاعة السرير، وقوية جدا وسهلة وخفيفة الاستخدام. بصوا، حتى السليبر ما سابوش. عايزة اقول لكم، شايفين السهولة في التعامل؟ خفيفة يعني، وداعا بقى ان انت تروحي تعملي كبسونة بالشيء الفلاني. استخداماتها متعددة. حتى السرير شايفين كمان هيعملوا ليها. سهلة قوي ان احنا نحطها في الملايات، هتبقى استخداماتها حلوة قوي. بتيجي معاها مزودة بالكباسين اللي هي فيها، وسعرها مش غالي، في متناول الجميع. عايزه اقول لكم حلوه وترند. حتى الستاير ممكن ان احنا نستخدمها، واحنا بقى وافتكاساتنا، ده احنا المصريين. بصوا الشوز حلوه قوي قوي قوي. شنط، كل حاجه ما سابهاش غير لما استخدمها. الخلاط الكيوت ده عجبني برضو، وقلت هقول لكم ايه مميزاته وايه عيوبه. الخلاط ده ميزته ان هو سهل الحمل والاستخدام، ينفع معانا في رحلة، ينفع معانا في مكان ما يكونش فيه خلاط. والمعتاد ان المصيف دايما ما بيبقاش فيه خلاط، بس هو مش هتقدري تعملي فيه غير الحاجات الخفيفة، زي مثلا عصير الفراولة او عصير الموز، حاجة كده سهلة. لكن هتقولي لي اوريو، هقولك لا مثلا. في حاجة كمان عايزة اقول لكم، بيشتغل باليو اس بي. من مميزاته برضو ان هو بيبقى مزود بمصفى، فدي ميزة حلوة برضو في ان انتي بتصفي على طول لو مثلا بتعملي جوافة او عصير عايز تصفية. لكن ان هو يستخدم حاجة قوية، مثلا نقوله فيها حاجة قوية، لا، ولازم تقطعيها قطع صغيرة. المفرمة الكف دي من الحاجات برضو النينجا اللي بقول دايما حلوة قوي. اولا بتطلع التوم مفروم جدا جدا بيور، احسن كمان من الهون. وكمان سريعة، يعني على بلانش خشب، او كمان على لو عملناها على الرخامة او في طبق، حلو جدا جدا. سريعة وسريعة الاستخدام، مصنوع من مادة الاستانلس. وكمان الكف ده بيديكي قوة كده وانتي بتفرمي. لا، عجبتني، هي حلوة. وبرضو ان هي مصنوعة من مادة الاستانلس، يعني مش هتصدي مني. برضو دي حاجة من الحاجات اللي عجبتني فيها قوي. برضو من الحاجات الحلوة اللي عجبتني الدبل فيس، كلنا بنحتاجه. حلو وأعداده كتيرة جدا. اللي بميزة بقى الحلوة اللي في الدبل فيس المستورد، إن هو فعلا قوي وبيشيل حاجات كتيرة. هتلزقيه في أي استخدام انت عايزاه، ده حتى الملاية ممكن تلزقيه بيها. هنا بقى عايزة أقول لكم حلوة حلاوة الاختراع دوت. وكمان الدبل فيس لسه متكلمين عنه وبنقوله إن هو قوي. عايزة أقول لكم دي شيالة الفيش، بعد كده مش هتتعبي ولا تقولي الفيشة مثلا هتكهربني، وقعت في مية في المطبخ، كلام من ده مفيش. ايه ده بقى؟ ده ماسك الملاية. وللمصداقية هو مش احسن حاجة، لان في طلع حاجات احدث منه في ماسك الملاية. وزي ما قلت لكم كان في الاختراع في اول الفيديو، اللي هو الكليبس، برضو كان حلو ان احنا لو احنا ثبتنا الملايات بيه. وكمان عايزة اقول لكم ان في ماسك ملاية طالع جديد ترندي قوي، هبقى ان شاء الله اعمل لكم عنه ريفيو. لكن ده مش احسن حاجة بصراحة لماسك الملاية. لكن هو حلو في حاجات تانية، يعني لو بقى في الكيس شيبسي، كيس مكرونة، كيس رز، هو عملي وحلو قوي في الموضوع ده. وخصوصا ان هو مصنوع من مادة البلاستيك، هيعيش معايا. هنا بقى دي من ضمن الحاجات النينجا اللي انا بقول عليها تحفة. اولا هي فرشة ومساحة في نفس الوقت. اليد بتاعتها فيها ميزة ان هي بتطول وبتقصر، يعني هنا هننضف وهنمسح في نفس الوقت. دي حلوة جدا
جدا، عملية معايا في الأرض أو في الحمام، معايا استخدامات ليها كتير. بحبكم حبة كتير، وصلنا لآخر الريفيو بتاعنا. ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب لمشاوير شيماء الحداد، واستنوني في ريفيو جديد. بحبكم حبة كتير، باي باي ومع السلامة.